بسرعة الضوء وأنتم لا تروها؟ سرعة الضوء، لحظة، سرعة الضوء ليست غيبيات، الغيبيات عندك بالجنة والنار، سرعة الضوء عملية علمية حقيقية. كروية ليست مسطحة، عفوا. تماما. إذا أين حرف الأرض؟ أليس المسطح له نهاية؟ أين نهاية الأرض؟ لماذا أنتم تؤمنون بسرعة الضوء وأنتم لا تروها؟ يا عمي مش إيمان، مش إيمان، الضوء موجود علميا، الضوء موجود، مش إيمان، مش إيمان الضوء. لا تروا السرعة. يا عمي أنتم المشكلة تظنون أنه إيمان، هو علم حقيقي حزيزتي. سرعة الضوء لم يقصد بها أينشتاين هذا المصباح. طيب لماذا تؤمنين أن الجحش يطير إلى السماء بالمعراج؟ ليش الجحش يطير؟ الجاذبية أنتم لا تروها، لماذا تؤمن؟ أنا أؤمن بالغيبيات يا أخي، أنا أؤمن بالغيبيات، لكن أنت لا تؤمن بالغيبيات. لماذا أنت لا تؤمن بالغيبيات وتؤمن بالجاذبية وتؤمن بسرعة الضوء؟ لا ما تفرضين علي اشياء. لحظه فاطمه، انت لازم تسالين، انت ما تفرضين على الناس تؤمن وتؤمن. لا ما بؤمن، انا عندي. انا اسالك، لا افرض عنك، انا اسالك لماذا انت تمام لا تؤمن بسرعه الضوء؟ لا تؤمن بالغيبيات وتؤمن بسرعه الضوء، ولا تؤمن بالغيبيات وتؤمن بكوكب. اجاوبك فاطمه، اجاوبك شوي فاطمه، شوي لحظه فاطمه. اول مره هذا المسلمين وحوارهم فاشل. مسالتي بدي جاوب، في شيء سؤال، في شيء جواب لو سمحت عزيزتي. موضوع الغيبيات جنه ونار وارواح ما له علاقه فيها. اما الضوء موضوع علمي بحت، موجود، هذا علم، ما هو غيبيات لحتى نؤمن فيه. يعني مثل اخي، ما دام انك لا ترى الجاذبيه لماذا تؤمن بها؟ ما فاطمه ارجع اقول فاطمه انت مغيبه خالص. اساليني قبل ان تقولي لماذا تؤمن ولماذا لا تؤمن. ما فيك تتهميني. انت تقول هذا حسب انت ما قلت، انك لا تؤمن الا بالماديات، الاشياء التي تراها بأم عينك وتلمسها بيديك بحواسك. تمام؟ هل سبق لك ان لمست شيئا اسمه الجاذبيه او لمست شيئا اسمه سرعه الضوء؟ عزيزتي لحظة، الجاذبية لحظة شوي. الجاذبية أول شيء هاي نظريات علمية، والنظريات العلمية جميعها 70% حقيقة و30% أو 20% هذا الجزء اللي غير قابل للحقيقة. مثل داروين ما فينا نقول أصل الإنسان قرد 100%، ولكن لما اتبع أسباب علمية وليس خرافات الأديان وأساطيرها الكاذبة، بل اعتمد على أشياء علمية أكثر من 70%، وهو أقرب للمنطق والعقل. النظرية أقرب من الأساطير والخرافات. طيب أنت كيف تؤمن بالكواكب ما دام أن نارسا التي رأتها وأنت لم تراها؟ لسه بعدش بقى، أنت جاهلة لازلتي. اسأليني، لا تقولين كيف تؤمن، لازم تسأليني هل أؤمن أم لا. كيف تستطيع الإيمان بشيء أنت لا تراه، مثل الجاذبية والهواء والكواكب والأرض وما إلى ذلك؟ تماما. أنت الآن لم تزوري كل بلدان العالم. يوجد عندك الآن، أنت تقولين أنه في شيء اسمه إيطاليا ما زرتيها مثلا، في شيء اسمه ألمانيا ما زرتيها، إذا ألا تذهبين عليها. لحظة شوي. إنني لم أراها. أنا أيضا رأيتها. لحظة شوي. أنا أيضا رأيت ألمانيا كما رأيت الكواكب والصور الحقيقية التي كل العالم الآن، وليس شخصا واحدا بل أكثر من 7 مليار شاف الصور، الفضاء، المجرات، الأرض كروية. أكثر الآن من 7 مليار يؤمنون أن الأرض كروية، ومو يؤمنون بل علم حقيقي. أما فقط 1 مليار هذول أهل الخرافات الدينية في الشرق الأوسط يقول لك الأرض مسطحة لأنه كان عندنا راعي غنم في الصحراء قال لنا أن الأرض مسطحة. انتهى الأمر، ما عنده في تفكير. كيف تؤمن بسرعة مسافة بين الأرض تمام والشمس؟ كيف تؤمن بها وأنت لم تراها؟ يا عزيزتي في شيء اسمه إيمان وفي شيء اسمه حقائق علمية، في علماء، في صناعات، في علم، في كل شيء. أنت وين عايشة؟ أنت مغيبة. سيأخذون مناتنا. اسمعوا، أريد أن أثبت له أنه اليوم كل جولة سألعب معه لن يفوز علي بإذن الله، لأنه لن يفوز. لا يأخذ مناتنا بإذن الله. شكرا. بإذن الله. احذروا الجحفلة. أنت اسمع، طال الزمان أو قصر بإذن الله سنراك مسلما. أنا ستروني أقرب للمسيحية، السلوك الجيد الخالي من القتل للأمانة. مسيحيا وليس مسلما أبدا.
إذا كان هناك أخلاق، إذا كان هناك أخلاق ورب وطيبة ومحبة وفعلا شيء جميل، هو المسيحية للأمانة، يعني أقرب للمسيحية. اسمع، كل الرسل عندما أرسلها الله سبحانه وتعالى للإنذار، تمام، ولتعريف الناس بهذا الدين، كلهم أتوا برسالة واحدة، وهي أن الله هو الواحد الأحد ولا معبود إلا سواه. كل الرسل والأنبياء يوم القيامة أو مذكورة في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى سيسأل عيسى عليه السلام، يقول له: أأنت كنت تأمر الناس بأن يعبدوا 3 إلهات؟ لا 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 لا، هذا تجاوز على المسيحية وما أسمح لك رجاء. يعني أيضا محمد سيسأله الله، أيضا محمد سيسأله الله. سورة مريم، سورة لا لا لا، سورة مريم. عندهم 3 إلهات، عندهم إله واحد فقط، هو الرب يسوع فقط. أهلا وسهلا. لا تسيئين للمسيحية، غالين علي للأمانة وحسنكم جيد، لا تسيئين للمسيحية رجاء. لأي ديانة كانت يا أخي، لأنني أؤمن أن كل الأنبياء عباد الله سبحانه وتعالى، وأن خاتمهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أوكي. نعم. أوكي. يعني الله يسأل عيسى، قال شو؟ الله يسأل عيسى ليش سويت 3 آلهة؟ لا، ما يسأل ولا شيء، خلاص. خلاص احترمي الجميع وخلاص، ما نسيء لهم. أن تسيء لهم لأنك طالب لجوء، لذلك لا تستطيع أن تسيء لهم. هم يطعمون مليون لاجئ الآن، هنا عندكم مسلمين يطعمونكم كل يوم مليون لاجئ. يا أخي في المغرب ولله الحمد لدينا لاجئين من جميع دول العالم، نحن لا نعتبرهم لاجئين، إنما نعتبرهم إخوتنا في الله ونحسن. لاجئين عندكم هاي المغاربة معبين أوروبا يشحذون خبز صمون. لا، هادو ليسوا مغاربة، إنما هم من سوريا، من دول جنوب الصحراء. يوجد مغاربة في بلجيكا، يوجد مغاربة في أكبر جالية مغربية في أوروبا. أسكتي خلاص، ما تقولين ما عندنا لاجئين، لا تكذبين. الجالية المغربية التي في أوروبا إنهم رجال أعمال ونساء أعمال. نساء أعمال شنو؟ كلهم لاجئين. الذين يذهبون لخارج المغرب كلهم لاجئين ومحبحبين وسراقين بعد. الذين يطلبون اللجوء عندنا في المغرب نحن لا نعاملهم معاملة اللاجئين، عندهم بطاقة إقامة، يدرسون معنا، يلجؤون للمستشفيات، يدخلون المستشفيات. المغرب لا يطرد أي بلد، نحن أول بلد مغربي في شمال إفريقيا يرحب باللاجئين، نحن لا نطرد أيا كان، نحن بالعكس نهتم بكل الأشخاص الذين يأتون عندنا، نصلي معهم، ندرس معهم، يدرسون معنا، يدخلون معنا مستشفيات، يأخذون تقريبا نفس الحقوق التي نتمتع بها نحن كمغاربة يتمتعون بها، ولا أحد يسيء لهم أو يجرحهم بكلمة. لا أحد من المغرب تجد فيه عنصرية، المغاربة ليسوا عنصريين البتة. تمام. خلاص بلاش نتكلم، خلاص اسكتي. العرب كلهم أهل كرم وجود وعطاء الذي تقول. أحسك عايشة فاطمة، أحسك عايشة بالقرن السابع، أهل جود وعطاء. ها هي أهل الجود والعطاء يصدرون لاجئين على أوروبا، عيالهم تموت برا وبحرا وجوا لاجئين مشردين. أن هذا صحيح. من أراد أن يذهب ويسافر ولا نحن عندنا مثال مغربي يقول: قطران بلادي ولا عسل البلدان، أي نحن نصبر في بلادنا ونعيش في بلادنا ونحمد الله سبحانه وتعالى على كل النعم التي وهبنا الله إياها في بلادنا، ومن بين أكبرها وأعظمها نعمة السلم ولله الحمد. تمام برافو. أنت خلاص يكفي مديح، هذا الواحد كل البلاد زينة كلها، ما في داعي. شوفي عزيزتي، دعوني ألقي لك خلص استراحة من إلحادك هذا، استراحة. لحظة شوي، لا تتكلمين بهذه اللهجة، احترمي المقابل لأني محترمك. أنت الآن عورة وأتكلم معك، لك الشرف أن أتكلم من إنسان عقلاني فيلسوف يتكلم مع وحدة عورة فقط تنكح بغرفة النوم وتطبخ في المطبخ. من أنت؟ أنت عورة، أنت عورة ذليلة. شوفي عورة، أنت عورة، لا تنكرين إنك عورة. هل تنكرين إنك عورة؟ تنكرين إنك عورة؟
أعطيك أطروحة في الفلسفة تنكرين انك عوره، تنكرين انك عوره، وريحه العطر انت زانيه، اذا تتعطرين زانيه، ومثل الكلب انت اذا لمست ينقض الوضوء. سبحانه وتعالى. أحمد الله لأنه كرمني بالإسلام ولأنه سترني بستر الإسلام. أحمد الله سبحانه وتعالى. يلا. عوره انت، يكفي انك عوره حبيبتي، متستره لانك عوره بس. إيش؟ عوره، متستره لانك عوره. خليني أتستر، الحمد لله لأن الله سترني. الحلوى التي تكون معرية كلها، إيش ترى؟ إيش في عدم الستر؟ إيش ترى عند الأشخاص الغير مسلمين الذين لا يضعون الستر والذين لا يحافظون على أنفسهم؟ ترى أن الرجل يربي ويحضن أبناء ليسوا أبناءه وهو أصلا عنده أبناء أخر. إيش حنقول؟ انت تتغلفين مشان تجين فاكهه هديه لرجل ذكر في ليله الدخله كذا مغلفه شهوه بس. انت جسد، انت فقط جسد، ينظرون لك كجسد. وراء الفتاة التي تكون فتاة تذهب مع الرجال وتتنقل من واحد لواحد وتنجب أبناء من شخص ليس أصلا زوجها ليس أصلا زوجها، وتأتي بأولئك الأبناء لزوجها وتقول هؤلاء أبناؤك. أين يضيع النسب؟ هذا بالافلام الكرتون، هذا افلام كرتون، هذا بالافلام الكرتون. الامم عندها اخلاق حبيبتي، هاي افلام كرتون. أنت اسمع، هذا افلام كرتون حبيبتي، افلام كرتون. بارك الله فيك، احترمني، بارك الله فيك. ماشي عزيزتي، هذا بافلام كرتون. الامم عندها اخلاق، قال كل يوم تجيب اولاد من الشارع وتقول لهم هذول اولادك. هاي افلام كرتون. انت هذا السخف هذا بس عندكم. هذا هو الموجود، ناهيك عن الامراض المعديه والامراض الخبيثه. طيب خلاص، خليكي انت فاكهه ودعيهم يستلذون بالفاكهه على طبق من ذهب عادي، وين المشكله؟ لا، لان المراه المسلمه تتزوج برجل واحد وتظل معه حتى وفاتها او وفاته، وعندما تتطلق منه تجلس في العده. دعني اسالك سؤالا، لماذا المراه المسلمه تجلس في العده؟ لماذا المرأة المسلمة تجلس في العدة؟ وتعالى أعطانا العدة، وهذا إذا كنت إنسانا ملحد حقيقي ستعرف ما هو الجواب العلمي عن مسألة العدة في الإسلام. هذا شأنكم، ما في عدة. العدة اليوم الإيكو، بعد الإيكو الغربي ما ظل عدة. الإيكو الغربي لما صنع لكم الغرب إيكو يعرف في حمل ولا ما فيه، ألغى العدة تبعكم الهراء. الإيكو التصوير. اسمع، إن رحم المرأة مثل الشفرة التي توجد في الحاسوب. هذا في العلم دقيقة أجيبها لك. هؤلاء علماء بريطانيين الذين وضعوا هذا لا يؤمن حتى بالعلم، فما بالك. عندها شفرة. شوفوا كل شيء عند العرب يدوي إلا رحم المرأة شفرة، البصمة. يا أخي الهراء هذا الذي اكتشف هذا، وبسبب هذا تمام، بسبب هذا الله سبحانه وتعالى أعطانا العدة لكي يبقى رحم المرأة. شفرة المرأة. سمعتوا الهراء؟ مثل تنمص الحواجب. لا تتنمصي يا أختاه يسوي السرطان. اذهب وادرس عن هذا وحينها تحدث عن الموضوع. شفرة المرأة عندهم بصمة للمرأة وللرجل بصمة. البصمة تخيل علمي، لا ويتكلم علميا، يقول لك علميا. سأقرأ لك التعليق، سأقرأ لك التقرير. التقرير خارج من الأزهر كله كذب حبيبتي، من الأزهر كله كذب. تقرير من جامعة بريطانية. لا 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 لا، ما في أكد الدراسة. أنت مثل دراسات صفوق الشيخ يطلع لك بالمحتوى. أنت مثل دراسات صفوق الشيخ. صفوق الشيخ يطلع بالمحتوى يقول أكد الدراسة بريطانية، كله خرط. مثل أبو شاهين هذا العراقي بألمانيا، هذا خرط. أكدت دراسة بريطانية، هذا كله هراء. مشان يا متابعيني أن رحم المرأة ينبغي أن يتطهر، لأن وراء غير العدة إيش اسمه؟ إيش معناه يا أصدقائي؟ معناه أن هذه الرحم يصاب بأمراض خبيثة جدا، وهذا اكتشفه العلم، لم أكتشفه أنا، لكن الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون العلم، تمام، قبل أن يكون العلم أتى به. وأنت تقول لي لا توجد عدة ولا توجد. المرأة المسلمة سترها الله سبحانه وتعالى وأنعم عليها وعززها بتعزيز القرآن وبتعزيز. لحظة شوي، لحظة. فاطمة في شيء ضروري.
كانوا يقولون في الصحراء قديما، يقول لك يعلم ما في الارحام الله. اليوم الايكو يعلم ما في الارحام، ذكر او انثى من الحمل بالشهر الاول، الايكو يعلم ما في الارحام. تلك مجرد توقعات مثل توقعات أخبار الطقس. لا حقيقه. اليوم تروحين على الدكتور، لحظه شوي، لحظه فاطمه، مش بعلات الصوت، اسمعين. تروحين على الدكتور يقول لك انت حامل بصبي ولا بنت ويعلم ما في الارحام. الايكو تلك توقعات. ابدا مش توقعات، الايكو يعلم ما في الارحام. الإيكو مجرد توقعات، لا يتوقع. مش توقعات. ما دام أنك لا تؤمن بالغيبيات، لماذا تؤمن بالإيكو؟ من قال لك أن الإيكو الايكو صوره شعاعيه يا حبيبتي يا مغيبه، صوره شعاعيه امامك. قال لك أنها دقيقة؟ يا اخي انت ما تؤمنين الا ببعرة الصحراء، بس بعرة الصحراء تؤمنين فيها، اما العلم لا. أنت عدت وسببت العرب من جديد وتقول لي بعرة تسبهم. هل الصحراء ايش يعني؟ الصحراء مسبه لك؟ الصحراء مسبة وكأنك تسب العرب. لماذا تقول كل ساعة؟ ما انت امازيغيه، وش خصك بالعرب؟ ما انت امازيغيه. يا أخي أنا لا أرضى أن تسب لا العرب ولا الأمازيغ ولا أي كان. لحظه ذكرت اسمك فاطمه وداخله محتوى عربي وكذا، هذا شأنك يا حبيبتي، انا اتكلم حقائق، هذا شأنك المحتوى العربي، شأنك. مو حقائق. لا انا اتكلم حقائق، بس انت داخله محتوى عربي فلا تقرب على محتواي، هذا شأنك، انا اتكلم حقائق. انا اتكلم حقائق، محتواك عربي وتخاطبين العرب واسمك فاطمه ومدري ايش، هذا شأنك، المحتوى شأنك، اما الحقائق هنا شيء ثاني تماما. وما آتيناكم من العلم إلا قليلا. وما آتيناكم إلا شوية. لا تعيب في القرآن الكريم. أنا عيب إيش؟ أنت كل شيء عندك خط أحمر خط أحمر، خلينا نتكلم. خط أحمر ديني بطبيعة الحال، ولو كنت في المغرب كنت استدعيت لك الشرطة وأتت حملتك للمستشفى. حملتني للمستشفى. أنت أصلا أكثر من أساء للمغرب هم الأمثالكم المتأسلمين، أكثر من أساء للمغرب. دافع عليكم نكونوا كنسيئوا المغرب. حنا ملكنا كيقول لن نحرم ما أحل الله ولن نحل ما حرم الله. ديننا الرسمي هو الإسلام، نعيش في سلم وسلام، ولغتنا الرسمية اللغة العربية الفصحى والأمازيغية. المغرب بزاف عليك فين توصلوا المغرب. أنا أحب إسرائيل لأنه ملككم مطبع مع إسرائيل، برافو، أنا أحب ملككم وأحب إسرائيل أيضا. لا تتحدث عن السياسة لأن لا دخل لك فيها. تمام، لا خلاص اتركي، لا دخل لي فيها شيء. خط أحمر كمان؟ إيه خط أحمر السياسة. هاي بس بلدك خط أحمر، ضحك على سوريا عادي يعني. تحدث في الأمور التي لا تعنيك لأنك لا تعيش في بلدك، ولو كنت تعيش في بلدك لكنت لا تتحدث بهذه الطريقة. أنت ذهبت لبلاد آخر، عائلتك بعيدة عليك، وأردت أن تأتي بدين غير دينك، وأردت بدين غير دينك، متحملة علي بس لأنك حاطة قطعة قماش على راسك. هذه مو قطعة قماش، هذا حجاب. الحمد لله لأنني مستترة به. برافو. بس احنا نقول صراحة أنا أحترم جدا المغرب لأنه فيها جالية يهودية وشعب يهودي كثير في المغرب، كل الحب لليهود المغاربة للأمانة. هسه تقول لي ما في يهود، كله إسلام، في يهود. نحن نعيش في سلم، ما دام أنهم أتونا للسلم يهود نعيش مع كل الديانات. يهود. بس خليني أوجه تحياتي للمسيحيين والأمازيغ واليهود في المغرب، كل الحب لهم، أحبهم جدا للأمانة. ما دام أنك ملحد، أعتقد أن أنت عندك مشكل فقط مع الإسلام، أما الديانات الأخرى عادي. هذا بالضبط لأنه سلوكهم جيد. أنت ملحد لست ملحد. لا لحظة، المسيحي محبة وسلام، ليش أكرهه؟ المسيحي محبة وسلام، ما عنده قتل. لك لا تكرهه، لكن أنت تؤمن بأفكاره، لكن المسلم الإسلام والدين الحق أنت لا تؤمن به. أبدا ما أؤمن، لا طبعا لأنكم تقولون حق وبالتالي قتلنا حق وقتل الآخرين حق، فهذا مو حق. لا يا أخي، من قال لك هذا؟ لا تتحدث بهذه الطريقة، أنت أصلا إنسان منافق تقول ما لا تفعل. أنت عورة، شوفي عورتي يا حبيبتي. أنا أؤمن بالمسيحية، الأخلاق اللي عندهم شيء أدهشني جدا. أخلاق المسيحية جدا أبهرتني. ليش؟ أنا الآن أعيش في وسطهم، أتحداك أعيش في منطقة عندكم. الله سبحانه وتعالى نعت النساء بالعورة. قال المرأة كله عورة من ظفرها إلى شعرها. هذا حديث الرسول. القرآن هذا ليس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس حديث الرسول، حديث عمر. إذا أنت لست ملحد، أنت مرتد عن الإسلام. شو يعني قتل؟ بدك قتل؟ عندك سكين مطبخ؟
لا، أنت إنسان مرتد، كنت مسلما وفجأة أصبحت ملحدا. لانه سيء، لانه دين سيء، اختار خرجت. ولماذا تسبه ما دام أنك تتحدث عن الاحترام؟ انا لم اسب، انا قالوا لي لماذا خرجت؟ فيه قتل 40 آية قتل، كيف اتجاهلها؟ هؤلاء الذين قتلوا أكثر من مليار فلسطيني، والذين كانوا يقتلون في الحرب العالمية الثانية. هذول جنود مغاربة يهود. لا تنعت أبناء بلدي بتلك الطريقة. جنود مغاربة اقول لك، يهود يهود. كانوا مقاومين ولله الحمد، وكانوا مسلمين. يا عمي يوجد يهود مغاربة يقصفون بغزة الآن، جنود مغاربة. من قال لك هذا؟ لماذا تتدخل؟ اسمع، بلادي خط أحمر. ايش يعني؟ اسمع، إذا تحدثت عن بلادي ما عنقاش نهضر معك باللغة العربية الفصحى، راه غنخرج لك فاس. تمام تمام تمام، برافو. انا احترم كل الاديان عزيزتي. لما اقول يهود، وين مشكلتك اذا احترمت اليهود المغاربه؟ انك لا تتحدث عن الاخرين. الحمد لله نحن نعيش في تعايش سلمي، لكن لا تتعدى خطوطك مع ابناء بلدي. جحفلونا جحفلونا يا اصدقاء. خسرتك بطومي وناتك راحوا. والله انتم غدارين، لا حول ولا قوة الا بالله. فاطمة كان عندي من ونا 7. فاطمة بشرفك نادي لي زنديق بشرفك دائما. اقل خذوهم ب فاطمة قولي لمتابعينك سأفوز على هذا الزنديق، هكذا قولي. كانوا 9. فاطمة سأفوز عليك وسترى ذلك بإذن الله. لا هذه الجولة جولة أحكام، سأحكم عليك أن تسلم. طيب قولي لهم يا زنديق على الزنديق، قولي لهم أفوز على الزنديق بشرفك. سأفوز عليك. قولي زنديق. أنا يا أخي إسلامي لا يعلمني أن أسب الآخرين. أحملك مش مسبة، زنديق مش مسبة هذا. البعض من جهله لا يعرف الأدب، بديء قلب وذو فحش إذا غضب. يا ساتر. طب ولكن بعقل لا بحمق هوى، ولم عاتب ولكن بين السبب. سلمتم. أصدقائي لا يفوز علينا اسمع، هذه جولة أحكام، سأحكم عليك. والله سأبرد فيك غدايد أنني ألمت لي رأسي. لا تصمت أخوتي. الجحفلة. أصدقائي برافو. الجحفلة، قدموا السكور. لا يفوز علينا. تكفون يا أصدقائي. صارت خليجية. برافو. أخوتي خلونا نشوف لو سمحتم، خلونا سكورنا يبعد عنها كثير. بدي وين صفوقين؟ انتم على المحك الآن. لنشوف الزنديق صفوق يفوز ممكن. وين كفوراتي صفوقاتي كفوراتي؟ وينكم طيب؟ صفوقاتي كفوراتي انتم هنا. اوه زلمي ربعي عزوتي. بشرفكم بدي افوز عليها. ورودكم يا أصدقائي، هيا نحكم جولة أحكام. احذروا ويأتي ملحد عنده ويسكر ملفنا. شدوا يا أصدقائي، تكفون. بارك الله فيكم. شدوا يا أصدقائي. أخوتي دبل صار دبل. احذروا الدبل. دبل أخوتي. يلا أصدقائي قدموا السكور. شكرا لكم. شكرا بارك الله فيكم. قدموا السكور. شدوا مع السلفية. شدوا يا أصدقائي. شكرا. سلفية مو أخوتي، بدنا نفوز على هاي العربية السلفية. يلا فارس. شكرا أخوتي. فوتوا لي الخط الأحمر، فوتوا لي جوا الخط الأحمر. يلا الفوز بإذن الله. هيا شدوا يا أصدقائي بإذن الله. خلوه يلقم يا أصدقاء. حيكم حيكم. بارك الله فيكم. شدوا يا أصدقائي. قدموا السكور. لا يرمون أسد ويفوزون علينا. أين هم الكفرة الزندقاتي صفقاتي؟ وين الكفرة؟ وين كفوراتي؟ وينكم؟ متابعيك أسلموا بإقناعي الحمد لله كلهم. لا ما راح تفوزين حبيبتي، مش راح تفوزين. يلا أخوتي يلا.
بإذن الله سأفوز بإذن الله الواحد الأحد. شكرا يا لك. هسه ينزلون اسدين حبيبتي ولا يصير لا واحد ولا احد. هسه تشوفي. أعوذ بالله. أصدقائي إيش أسدين ما عندهم احذروا يرمون أسد. موجود حيتان واسود يا حبيبتي. لا إن شاء الله سنفوز عليك نحن. لا ان يفوز شاء الله. أصدقائي. شكرا لكم. شكرا. أصدقائي احذروا، طالبتكم لا يفوز علينا. احذروا يجحفلون بأسدين. شكرا لكم. اخوتي يلا. لا لازم ينزلن حيتان واسود. ممكن اسد ابا اسدين يروحوش على الاخر. اسدين خلينا نشوف. راح سكروا متابعيني سكروا. لا حبيبتي، بعدش ما عديتي سكور اسد واحد ما وصلتي. هسه في دقيقة بعد ممكن يكون دعم جماعي لإلي. على راسك 7 أسود ولا تصمت. اسكت لا تعرف. اخوتي دعم جماعي لو سمحتم. يلا اخوتي دعم جماعي. يلا جيبوها. تغلط عليهم. يلا اخوتي جيبوها. ما صارت حتى 30,000 نقطة ما صرتي. والله نفوتها إن شاء الله بإذن الله. شكرا لكم. احذروا الجحفلة يا يلا أصدقاء. اخوتي جحفلة. في جحفلة اكيد حبيبتي. في إلك جحفلة. بدش تلقمين وانت ساكتة. لن نلقم. سنفوز عليك بإذن الله. اخوتي يلا. اخوتي 20 ثانية لو سمحتم. يلا حد عنده شيء؟ يلا. أصدقائي لا يفوز علينا. احذروا. حيكم. سأفوز على هذه الإعرابية. شكرا لكم. بإذن الله الواحد الأحد لن تفوز بإذن الله. بإذن الله الواحد الأحد. احذروا الجحفلة. أصدقائي قدموا السكور. احذروا الجحفلة. حيكم. شكرا. طيب الحكم الأول تلقي. ايش اول ما قلنا احكام. احنا قلنا أحكام. ما قلنا احكام ولا شيء. ما قلنا لا. قلنا أحكام. أنت ما غشيت. قلنا لا. ما قلنا هذا الكلام. ما صار. عيدي اللايف وشوفي. عيدوه. ما قلنا احكام. طيب سنلعب جولة. هذه الجولة بأحكام. لا تتملص ترى. تمام بس ايش رايك؟ ما عندي قهوة. ما عندي كوب على راسي غلط. هذه الجولة بأحكام. شو الاحكام؟ لحظة شوي. شو الاحكام؟ أحكم عليك تقول أنا أحترم العرب. ايش أحكم عليك أن تقول أنا أحترم العرب والمسلمين وتحترمهم من قلبك. هذا هو حكم. وبعدين الثاني أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني صارت اديان. يا تسلم يا هذا الموضوع تنسينه خالص. حكم كيفي وددت أن أحكم عليك هذا الحكم. وبعدين والحكم الثالث؟ الحكم الثالث تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 10 مرات. ليش كله دينية؟ طيب أنا أيضا عندي أحكام. لازم تقولين الرب يسوع ربي. هذا أول حكم. إذا فزت تفوز علي بإذن لحظة الله. شوي. لحظة شوي. بإذن الله وبإذن الله. قلت أحكامك. شو بدي أقول أحكامي؟ تقولين يسوع ربي وأؤمن به. الرب يسوع زين. تقول هذا أول حكم. تسمعيني ولا لا؟ لا لن أنفذها. وأنا لا. يعني شنو لا إله إلا الله محمد رسول الله أيضا لن أنفذها. لا تعوج فمك. تمام. لا أنا أثمي خلقة أعوج. عزيزتي لا أنفذها. يعني على أساس دين أمك أشرف من المسيحية مثلا. ما تنفذينها ليه؟ ديني شريف والحمد لله. وحتى تمام. وما لحظة شوي. أنت لأنك غبية تحكمين على واحد ينطق ديانة أخرى وينتقل لديانة أخرى. أنت هذا غباء اسمه. هذا مو غباء. ورود يا أصدقائي لا يفوز علينا. شدوا بارك الله. أي خلاص ولا فيز بالراس. شو أديان ما أديان وانطق الشهادة واسلم وشو الهراء التافه هذا. إيش هذا؟ الواحد يحكم يتسلى. هاي غاطسة بالدين لراسها. دين آيات. أنت تستحق الإهانة. لأنك لم تحترمني ولم تحترم العرب. ولم تحترم العربية. سأحكم عليك تغطس رأسك بالقهوة. يلا. الحكم الثاني ترمي نفسك من النافذة. الحكم الثالث ترمي هاتف. الحكم الثاني ترمي هاتفك من النافذة. والحكم الثالث تصب عليك ماء بارد. أصدقائي الضبل لا يفوز علينا. شدوا نحكم عليه. يستاهل الإهانة هذا. والله يستاهل. هذا أكثر شخص يستحق الأحكام في البرنامج. تكرهني.
إنسان سيء. انا سيء؟ إيه والله، من الصباح وأنت تتحدث بطريقة سيئة على الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص خلاص خلاص، بلاش اكل خراج، اكل خرا بلاش، انا ما اسب حدا، كلي خرا. تتحدث كلي على خرا. بطريقة سيئة. كلي خرا كلي خرا كلي خرا، لا تسوي تسب على الرسول وتسب على الرسول. حاشك، جمع فمك، حاشك، جمع فمك، خلاص كتي جمع فمك، راك عيقتي. غبية، تسب الرسول وتسب الرسول، انت واحدة منافقة وكذابة ودجالة بعد. إيه تسب ترى، والناس كلها تشهد عليك. لا، في فرق بين لا يؤمن بدينك وبرب حبيبتي. انت مسيميم والمسيميم والمسموم، اسكت، مسموم انتايا. في فرق بين ما حدا يؤمن بدينك، هذا الصحراوي، وفي فرق بين يسبك. خويا لا تقل صحراوي وكذا وكذا وكذا، غلط ترى، العرب على راسك. شكرا لكم. العرب جرب. بزاف عليك، الجربة هي اللي لاصقة فيك، المعفون، الموسخ، الخانز، القطران، المدود، المطوط. عرب بزاف عليك، الشان والمرشان. العرب جرب. بزاف عليك، احسن منك الحقير. لا بلاش حقير، انت شرموطة، خلاص كلمة بكلمة. اي غادي تا هو الشرموط، ايش هي معنى ما ليش تقولين حقير؟ ليش تقولين حقير؟ ما يصير، اردها. هذا سبني. نعم شرموطة، لأنك تقولين حقير فأنت شرموطة، عورة، أنت عورة، ناقصة عقل ودين، ومثل الكلب في دينكم أنت. عادي أردها. لا تتجاوزين مشان ما أتجاوز عليك بس. تجاوز والله، سوف يخاطبني السفيه بكل بغض، فأكره أن أكون له مجيبا. الشافعي رحمه الله، الشافعي رحمه الله، بعرفه. فيزيد سفاهة فأزيد حلما. احذروا الجحفلة. شافعي رحمه الله. الجحفلة في جحفلة. نفذ الأحكام. يلا، تقوم بخلط القهوة والكاتشوب وتضعها. الحكم الأول: تخلط قهوة وكاتشوب وتضعها على رأسك. لحظة فاطمة، أنت ليش تقولين حقير؟ بدأتي بحقير، لماذا؟ ممكن؟ اسمع، ما فات. نفذ الأحكام. الحكم الأول: تخلط قهوة وكاتشوب وتضعها على رأسك. الحكم الثاني: لا يوجد. الحكم لعبنا هذه الجولة على أحكام، لا تنصب علي وعلى الداعمين. أنا لحظة. أنا لحظة. لما يدعموننا الآن وسكورتش مرتفع هو بوجودي أنا، ولكن متابعيني يريدون لحظة شوي، متابعيني لا يرضون هذا. لحظة، متابعيني جايين مشان حوار، وانت لم يرتفع سكورك ولا بحياتك تحلمين بأي شيء رفع سكور لو ما أنا يحترمون عقلي. لحظة شوية فاطمة انت مش راح تفهمي أصلا. يوجد متابعين عندنا فاطمة، يوجد عندنا متابعيني جايين مش مشان قهوة وموز ومسخرة، متابعينا جايين مشان حوار، وانت سكورتش منخفض زبالة لولا وجود الحوار. أما بدك تاخذينه للألعاب روحي على ناس غيري يا فاطمة، بس انتهى الموضوع. متابعي، هذا رزق من عند الله، رزقني الله به، انت ايش دخلك؟ فاطمة مثلا بكرة انت اسألك. تحدث عن متابعيني على راسك. فاطمة لا، ممكن ما فاطمة ممكن ما نحكي لهجة شوارع وعاهرات، بس نتكلم كلام عادي، ما نتكلم كلام عاهرات. شوف فاطمة، متابعيني جايين مشان الحوار الراقي وليس مشان أرباح. إذا بدك أرباح روحي. حوار راقي، نتحدث في مواضيع راقية. تمام. فاطمة انت مش راح تفهمي اصلا، وبكره راح تتندمي. فاطمة بكره راح تتندمي، انا واثق. فاطمة اسمعيني، انا اقول لك حوار راقي ونصيحة، بس انت اليوم مش فهمانه شيء. بكره اطلعي مع رقصات وكذا، في رقص وكذا عادي. انا عندنا حوار راقي، متابعيني يحترمون هذه الحوارات الراقية. فاطمة اذا ما بدك تطلعين معي ثاني مرة انت حرة، لكن راح تشوفين الفرق. في ناس تحترمنا يا فاطمة، بس انت مش عارفان النصيحة. ناس جايين مشان الحوار وحوار مؤدب، لكن انت حولتيه لارباح وجولة وارباح، وهذا غلطك. ونصيحة بكره راح تقولين ما في لا ارباح ولا شيء. طيب ماشي انزلي شوف سكورك، يلا. هاي راكضة ورا الارباح للامانة. انا عندي حوار للامانة، ولي متابعين يحترموني مشان الحوار، ما